يا مساء الفل. النهارده هعمل عيش بزيت الزيتون، حاجه كده طعمها خيال. هنجيب كوبايه من الحليب الدافي، هننزل عليها بمعلقه كبيره من الخل او معلقتين صغيرين، وهنقلبهم وهنسيبهم على جنب. هنجيب بوله هننزل عليها بمعلقتين كبار من الخميره الفوريه. وبعدين هننزل بكوباية الحليب ده بقى فيه تكتلات اللي هو زي اللبن الرايب. هننزل بمعلقة قشطة وكمان واحدة بيضة وكمان رشة من الملح. هنقلبهم كويس جدا، نبدأ ننزل عليهم بالتدريج إلا الدقيق. طب انا حطيت بيضة ليه؟ البيضة دي بتديله طعم حلو جدا، وفي نفس الوقت بتديله سنة قرمشة بسيطة. لو مش حابين البيضة ومفيش مشكلة ممكن نشيلها. احنا حطينا في الدقيق حوالي 3 كوبايات ونص. نزلت بالثلاث كوبايات، وبعد كده نزلت في الاخر بنص كوبايه. في الاخر خالص بعد ما عجنا نبدا ننزل بربع كوبايه من زيت الزيتون. لو مش حابين زيت الزيتون في العيش يبقى زيت نباتي عادي، بس زيت الزيتون طبعا بيفرق في الطعم جدا. بعد كده هنسيبها تتخمر العجينه على حسب نص ساعه، على حسب درجه حراره الجو. بعد نص ساعة من تخمير العجينة نبدأ نكورها كور صغيرة، وهنرش دقيق رشة بسيطة، وبعد كده هنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. بعد كده هنجيب كل رغيف طبعا هننزل عليه بالدقيق من تحت وفوق، وبعدين رشة بسيطة خالص، وبعد كده هنفرده وهنسيبه طبعا من 5 دقايق لحوالي 7 دقايق. ما خلصنا الرغيفة بتاعتنا كلها، نبدأ بقى ننزل بالجريلا واحد واحد من الرغيف. بجد احلى ريحة عيش ممكن تشميها في البيت، وفي نفس الوقت نظافة وتوفير. وكمان اللي ما عندوش عيش ممكن يقوم يعمل بالطريقة دي، ان شاء الله هيفضل ناجح معاكم. طريقة مظبوطة جدا وان شاء الله هتعجبكم. بعد ما نخلص الكمية اللي عندنا، يعني 3 كوباية ونص من الدقيق عملوا لي 10 أرغفة. طبعا لو انت على حسب طبعا الحجم، لو عايزينه اكبر هنضاعف الكمية، لو عايزينه اقل ممكن طبعا هتضعف الكمية اكيد. بعد ما خلصنا ننزل في الأرغفة بحوالي فوطة تكون نضيفة طبعا، وهنغطيها علشان ما ينشفش. بعد كده العيش ممكن نقطعه ونعمله سندوتشات. اي سندوتشات ممكن تحبوها. انا عملت طعمية، وعملت جبنة رومي، وكمان عملت جبنة بيضة. بجد عايزة اقول لكم ان طعمه حلو جدا، والف هنا وشفا لقلبكم، واشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.